السلام عليكم. النهارده بقى هنعمل أكلة بتاعة الأزمات، تنفع كده لو معكيش فلوس، وهتكون سهلة ومشبعة وموفرة. قد ما تقولي عنها قولي. أكلة ب50 جنيه هتاكلي لحمة أو هتاكلي ليه فراخ بقى من الآخر عشان تعرفوا الوليمة الجامدة دي من إيه. دي فراخ، بس مش أي قطعة من الفراخ، هتطلع معاكي الوليمة دي كلها. مش هتكلفك غير 50 جنيه. عارفة بقى كلنا اليومين دول مزنوقين بقى عشان المصايف والخروجات والحاجات بقى بتاعة الولاد بتاعة الأجازة. هتجيبي دي اسمها هياكل، بتبقى عند بتاع الفراخ. بعد ما بيقطع البانيه بيفضل الجزء بتاع الصدر دوت بالجناح كده. الميزة فيها بقى الهياكل دي ايه؟ ان هو بيقطعها للبانيه، فبيتبقى بقى من الفراخ بتاعه البانيه. الاجزاء دي بتبقى ملحمه قوي، لان البانيه بيقطعوه من الاوزان اللي هي بتبقى 3 كيلو 2 800، فبتبقى اللحمه ما شاء الله بتاعتها ملحمه قوي. هنعمل بقى الوليمه الجامده ديت، وبواقي التلاجة معايا بطاطستين، فلفلايه، طماطمايه، بصلايه، كام فص توم. حاجات بسيطه خالص موجوده معاكي. ومعانا هنا التوابل: ملح، كزبره، بابريكا، فلفل اسمر، بهارات، اختياري اللي هو اللي اسمه ايه، اللهم صل على النبي، الزعتر اللي هو المحوج دوت، بيبقى خطير قوي مع الفراخ والمشاوي بالذات، بيخلي طعمها حلو. هنبتدي بقى نجهز الفراخ بتاعتنا كده ونقطعها. انا غسلتها طبعا ونقعتها كويس وصفتها من الميه، وهبتدي بقى ايه افصل كده الجناح كده قطعتين، وهبتدي اخلعها برضو من الجزء اللي هو بتاع الصدر دوت. هتشوفوا دلوقتي الكمية كمان بعد التقطيع هتتضاعف اكتر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حتى الرقبة برضو، عشان هي واخدة من اول الرقبة لحد سلسلة الظهر من تحت طويلة قوي، هبتدي برضو اقطعها. وبرضو هاخد بقية الجناح برضو هفصله كده. ما شاء الله، عايزة اقول لكم ان الجزء اللي هو مطرح البانيه مليان لحمة والله. هجيب بقى الكبة هقطع فيها الفلفلاية. انا حاطه فلفلاية من اللي هي الكوبي او المكبب، ومعاها واحدة من اللي هي القرن اللي هو الحراق، بتدي طعم حلو وتست حلو، ما بتبقاش حراق قوي. والكام فص توم والبصلاية والطماطماية. انا عايزة اضربهم ناعم علشان خاطر دي مش قطع فراخ كبيرة، علشان يبقى باين معاها البصل قوي. انا عايزة انعمهم على قد ما اقدر. ممكن تزوديهم شوية مية صغيرين عشان ينعموا معاكي قوي. افرميهم على قد ما تقدري كده بالكبة. هبتدي انزلهم بقى في الصينية اللي انا هعمل فيها. بصوا مفرومين ناعم قوي. وهنزل عليهم بقى بكل التوابل اللي انا محضراها. هبتدي ادعكهم بقى كويس مع البصلة، علشان تلاقي ريحة البصلة كده تطلع معاكي، تديكي فعلا ريحة المشاوي وتبقى طعمها خطير. هبتدي انزل الفراخ بتاعتي كلها طبعا بعد ما اتصفت زي ما قلتلك. هجيب بقى جوانتي عشان امسكهم كده، ادعكهم دعكة محترمة مع البصلة والتوابل والفلفل والطماطم، عشان ياخدوا كده من نكهة التوابل مع البصل والطماطم. عفوا، ويديكي كده ايه الطعم كده الخطير بتاع المشاوي. بصوا كمية بسم الله ما شاء الله. انا جبت بقى البطاطس، هبتدي بقطعها يعني قطع تخينة شوية عشان تاخد سوى الفراخ، ما تتهريش معاكي، وتطلع معاكي كده البطاطس كده بحجمها زي ما هي، تكون في نفس الوقت مستوية. طبعا كمية البطاطس دي براحتك حسب الافراد عندك. انا عملت بطاطستين كبار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هبتدي برضو اقلبهم كده مع التتبيلة. هسيبها كده في التتبيلة مثلا من ساعة لساعتين، او ممكن تعمليها قبلها بيوم. وبعد كده هتدخليها الفرن على درجة حرارة من 180 ل 200. انا عايزة درجة الحرارة تكون متوسطة، ما تكونش عالية قوي، علشان خاطر ان هي تستوي معايا براحتها وتتحمر التحميرة الحلوة. انا شطفت الكبة كده مطرح البصل والطماطم بشوية مية، هزودهم عشان البطاطس تستوي معايا، وفي نفس الوقت برضو اللحمة بتاعتي ما تنشفش. بصوا لي على الجمال بقى واللون الخطير بعد ما طلعت. انا ولعت لها الشوايه شويه عشان ما اضحكش عليكم، عشان تاخد اللون الجميل دوت معايا. وبصوا البطاطس لونها ذهبي وجميل، وفي نفس الوقت ما نشفتش معايا بس استوت حلو. منزله الصوص بقى جميل. انا ما حطيتلهاش اي ماده دهنيه لو خدت بالكم، هي الفراخ بتنزل الدهون بتاعتها. طبعا فراخ مشويه يبقى رز مبهر، ده عيش الجماهير مع اي مشاوي. عملت كده حبه، عملناه قبل كده كتير، هو سهل وبسيط. او الرز اللي هو بالكاري زي ما انتي تسميه اعمليه. ورسينا الوليمه بتاعتنا. اتفضلوا معانا، يا رب تكون الوصفه عجبتكم.
حاجة جميلة تشرفك قدام ولادك برضو، تبسطيهم وبأقل الإمكانيات. عملنا غدا محترم ممكن كمان يكفيك اليومين لو انتم 3 أفراد بس. والله احنا 4 واتبقى مننا. أنا عايزة أقول لكم أكلنا واتبقى مننا. متنسوش تشتركوا في قناتنا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم